الأهلي يا جدعان بيتفاوض مع أحمد حسن كوكا، وبنسبة كبيرة هتلاقي أحمد حسن كوكا أهلاوي. بس أنا وجهة نظر أنا في الصفقة، أنا مش عايز أحمد حسن كوكا نهائي. عندي اتنين أحسن منه، أعلى ككواليتي، أعلى منه كفنيات، أكبر أكتر من، أعلى منه بمراحل. محمد شريف، جراديشار، في حمزة عبد الكريم معاهم. ممكن توظف بن شرقي مهاجم، لان انت عندك تريزيجيه برضو بيلعب جناح شمال. فانت يعني انت عندك برضو لازم عايز تجيب مهاجم واحد بس. سايب مهاجمين العالم انتوا سايبين مهاجمين العالم كله، جايين تتفاوضوا مع، يا نهار اسود، جايين تتفاوضوا مع احمد حسن كوكا. يا جدعان يا جدعان انتوا في ايه يا جدعان؟ سايبين مهاجمين العالم كله جايين تتفاوضوا مع احمد حسن كوكا على اساس ان هو رونالدو الظاهرة في عزه، يعني صح؟ انا مش فاهم مين احمد حسن كوكا ده اصلا. ده ولا مقتنع بيه من قبل ما الاهلي يتفاوض معاه، ده من زمان وانا مش مقتنع باحمد حسن كوكا ده اصلا. ولما بشوفه في المنتخب ما بقتنعش بيه. هو كاخلاقيات لعيب، كسلوكيات هو لعيب كبير، كسلوكيات واخلاقيات لعيب محترم جدا جدا جدا. بس هو ينزل في الملعب يديني اخلاقيات وسلوكيات، هينزل يديني كوره. انا عايز اللاعب الحريف كوره، عايز المهاجم. بص انا عايز اقول لك على حاجه. احمد حسن كوكا لا هو وحش ولا هو ناري، انت فاهم، ولا هو مرعب. انت المهاجمين كويس، ممتاز، كويس، جيد، ممتاز، مرعب، دي المهاجمين. الاهلي هل ينفع مع الاهلي مهاجم كويس ولا جيد جدا؟ الاهلي عايز مهاجم مرعب، مرعب يقدر يخلص فرص. احنا بنلعب في كاس عالم، بنلعب في دوري ابطال، بنلعب في انتر كونتيننتال، بنلعب في الخصوم. انت فاهم فانت محتاج مهاجم يلعب في الخصوم برضو. فهتجيب مهاجم زي احمد حسن كوكا ولا هيديك بنص جنيه؟ وسام ابو علي برقبته، وسام ابو علي مرعب، هو ده المهاجم اللي احنا عايزينه. بس وسام احنا مش عايزينه، احنا عايزين مهاجم زي وسام، انت فاهم. فانا بالنسبه لي رايي الشخصي في الصفقه، احمد حسن كوكا مش كواليتي اللي الاهلي محتاجه، واللي الاهلي يقدر ان هو يبني الموسم عليه. وانا متوقع، انا بقول لكم اهو، الاهلي مش هيتفاوض مع احمد حسن كوكا، وافتكروا كلمتي.